بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الآن بعد التجمع الجماهيري للتضامن مع المعتقلين في السجن العمومي، الأخوة الأعزاء الأبطال معتقلي وسجناء الرأي، سيكون هنا اعتصاما مفتوحا اليوم وغدا ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء إلى أن يتم الالتقاء مع المعتقلين السياسيين. أولا أنا أشكر القناة التاسعة، وهي من القنوات الإلكترونية الداعمة للحراك وصاحبة المصداقية في نقل الخبر، وهذا أمر الحقيقة نعتز في هذه القناة والعاملين فيها وصاحبها صاحب القناة. الأخوة المعتقلين اليوم حنا تجمعنا تضامنا معهم، ونعتقد أنهم قد تعرضوا لظلم، يعني أمر غير جائز أن من يطالب بالكرامة والعزة والحرية، من يطالب بالإصلاح السياسي الشامل، من يطالب بالحكومة المنتخبة، من يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، يعامل بشكل عنيف. وبعد ذلك تقوم وزارة الداخلية وفقا لتصريحها أنها هي من أمرت بإعطاء المكافآت للقوات الخاصة لضربهم المواطنين. أول مرة أشوف وزارة تعطي مكافآت للعاملين فيها فقط لأنهم ضربوا المواطنين. أما إذا كانوا يتكلمون عن الأمن بشكل عام، هناك رجال الأمن العام لم يضربوا المواطنين لكن لم يتم إعطائهم. هناك رجال الحدود الأبطال اللي قاعدين يدافعون عن حدودنا لم يتم إعطائهم المكافآت. إذن هذه المكافأة أعطيت فقط لخاصية ضرب المواطنين. هل يجوز أن تقوم وزارة الداخلية بهذا الفعل المشين؟ ولا يعتقدون إن شاء الله يعطون بدال الآلاف عشرات الآلاف. والله لن تثني ولن تكسر عزيمة الشعب. نحن الشعب اللي إرادتنا إرادة حية، ولن نرضى دون السحاب بديلا. هذه إرادة عليهم أن يفهموها ويعلموها. حنا ما قاعدين نتعامل ضد النظام، ولكن نحن نطالب بالإصلاح. نحن نطالب بمحاكمة الفاسدين اللي تآمروا على الشعب، اللي باقوا أموال الشعب. وباشر تبي تشوفون، أنا بس أبي الشعب ينتظرون. نبي نشوف الآن النيابة العامة اللي اتخذت إجراءاتها بشكل غير مبرر وغير قانوني باعتقال الشباب. وطبعا الحبس الاحتياطي لا يؤخذ إلا إذا خشيت من هروب المتهم. بالله عليك هذول بيهربون، هذول أصحاب قضية. بس نبي نشوفهم، انتظروا بس لما يستدعون ناصر المحمد وجاسم الخرافي، نبي نشوف وهم متهمين بالتآمر على نظام الحكم وبالتخابر مع دولة أجنبية وبغسيل الأموال وبالتعامل مع الكيان الصهيوني. نبي نشوف النيابة العامة ايش راح تسوي لهم، تعتقلهم ولا لا؟ نبي نشوف. هني راح يبين الانتقائية، هني راح يبين أن للشيوخ والمتنفذين قانون خاص وقانون يحميهم، وللمواطنين قانون يعتقلهم ويسيء لهم. إذا سرق الشريف تركوه. لذلك أكرر شكري للقناة التاسعة، و هو يعني حتى اختيار الاسم فعلا اسم هو اختيار موفق ليصل للناس وليعرفوا حقيقة أن الخبر الذي ينقل من القناة التاسعة سيأتي خبرا ذو مصداقية وأمانة. شكرا.